السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير حزة المساء ويصبحكم بالخير حزة الصباح وقت ما تشاهدونها. وأنا في هذا المكان الجميل أحببت من متابعي الأعزاء مشاركتي في هذا المكان الجميل، فأبعود أنا وياكم إلى عام 1416. أخوي عثمان الله يطول عمره راعي صقور وراعي طيور وراعي راحة وراعي جاية وشاعر وأشعر مني، ولكنه قال يا علي أبيك تحط قصيدته في الطير. قلت وأنا أخوك الطير ما أعرفه، لو أشوفه موزع والله ما أعرفه إنه طير، لكن أخوي صقار وعيالي فيهم ميول وفيهم صقاقير وبنيخي وأسمع كلام ونتوكل على الله. وأحط القصيدة اللي انتشرت وضربت في الآفاق وغردوا فيها الناس في خارج المملكة وداخل المملكة. أقول يا زين هد الطير ساعة هداده، أقولها لو كان مانيب صقار ولا على كفي نقلته وزاده، ولا تبعت الخرب من وين ما سار، ولا ميز انواعه ولا أعرف مراده، ولا عارف نسده ولا عارف مسمار، لكن نحب مطالعه وانجراده، إلى نزع من كف راعيه واندار، حاديه طول الجوع والهم زاده، جول الحباري تالي الوقت ذيار، حام وتعلى واعتلى باشتداده، وراعيه يوميله بملواح وإشعار، الليل مقبل مثلهم من سواده، والأرض قشرة بين ضلع وشنظار، معادله بالصيد شف وراده، ضرب على كفه بكفه تحسار، لكن طيره له مع البرق عاده، يمهلها ويردها دون تختار، سمع الحساس ولد عينه قصاده، وثر العديم يلوف له بيطار. سمع الحساس ولد عينه قصاده، وثر العديم يلوف له بيطار، وحول على الخرب المسمى وصاده، وقفت شرايدها مع الجو طيار، وسجد الرب معتن في عباده، يا فرحته يا كبرها كبر سنجار، ويا حبني للبر حزت براده، لا زل وقت الصيف واللاهب الحار، لا شاجر الزاهر وعانق كتاده، الجو صافي والقواريش جحار، وابليس غايب والحسد والقرادة، والنفس زينة والمناعير حضار، مجلس شرف شب جماع مع عواده، سوالف ذربه على بن وبهار، ما ضم غير أهل الشرف والعبادة، وأهل الكتاتة ما لهم عندنا كار، هذا هو قلبي وغاية مراده، لو خيروني غير ما قلت ما اختار. سلامكم، ولا يشرح علي السقاقير اللي معنا المتابعين، تراها محاولة وأرجو المعذرة، وسلامكم.